السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عزيزة سي. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو ديال اليوم اختاريت نحضر معكم كيكه رائعه ومنعشه بمذاق ديال الحامض اللي كتجي لذيذه بزاف، وخليكم معايا باش نشوفوا ان شاء الله الطريقه والمكونات. اول حاجه غادا نبدا بها هي الكريمه. عندي بيضه، نص كاس ديال عصير الحامض، 100 غرام ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال مايزينا او النشا، عندي بشور حامضه، وعندي نص لتر ديال الحليب. اول حاجه غادا ندير البيضه في كاسرونه، نزيد عليها السنيده ونضيف عليهم النشا او مايزينا صافي، كنخلطوهم. وكنقدروا نديروا المكونات كاملين ونخلطوهم ماشي مشكل. غنضيف عليه عصير الحامض، بشور ليمونه او حامضه، وكنضيف الحليب صافي. كنخلط كل شيء صافي. من بعد ما خلطت المكونات كاملين، دابا غادي نديرهم فوق البوطه وغنبقى نحرك، نستمر في التحريك باش هكاك الخليط ما يتكورش حتى كيعقد ليا داك الخليط او ديك الكريمه. كنبقى نحرك بهذه الطريقه صافي. دابا الكريمه بدات كتعقد، واخا تعقد خليوها شويه طيب باش هذيك النشا طيب مزيان، وعاد ديك الساعه نحيدوها من فوق البوطه. وهذه الكريمه من بعد ما وجدات صافي. دابا غادي نجيب واحد الزلافه وغادي نديرها فيها. ودابا غناخذ واحد البلاستيك غذائي وغادي نغطي به الكريمه. حاولوا تربطوها بهذه الطريقه باش هكاك نتفاداو هذيك القشره اللي كتكون من الفوق بحال هكا صافي. كنحطوها في الثلاجه. ودابا غادي ندوز للخليط ديال الكيك. عندي 4 البيضات، عندي كاس لاروب ديال الزيت، ديما العبار بكاس العنبه، كاس لاروب ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الحليب وافي، عندي بشور حامضه، وعندي خماره بوزن 15 غرام. ودابا غناخذ الخلاط وغادي ندير فيه البيض، نضيف عليه السنيده، ونضيف البشور ديال الحامضه، من بعد ما خلطت البيض والسنيده دابا غادي ندير الزيت وغنضيف الحليب ونخلطهم، عاد نكمل الطحين وخميره. ودابا غادي نضيف الطحين. بالنسبه للطحين عندي 170 غرام، يعني 2 كيسان ما عامرينش. وغنضيف الخماره ونخلط كل شيء. ودابا من بعد ما خلطت الكيك دابا غادي نجيب 2 زلافات نفس القياس، وكنقسم الخليط ديال الكيك على 2 مرات. يكونوا متساويين الزليف. صافي. دابا من بعد ما قسمتهم غنخلي زلافه من بعد
وغادا صافي. دابا غادا نجيب الموز الموجده تكونوا دهنينو صافي. دابا غادا ندير فيه الخليط الاول، الزلافه الاولى، وغادا نطيبها، ومن بعد غنديروا عليها الكريمه وعاد نديروا النصف الثاني ونكملوها في الطياب. صافي. دابا انا مشعله الفران من الفوق ومن التحت، غنطيب هذا النص وعاد نرجع معكم ان شاء الله. وهذه هي الكيكه من بعد ما طابت، انا يلا خرجتها من الفران. ما كتاخذش الوقت بزاف، تقريبا شي 10 دقائق، لان ما فيهاش لاباط كثيره. دابا عاد غنجيبو النص الثاني كنخرجوها هي سخونه، كنديروا ليها كنحاول نغطي هاد الجناب باش هكاك لا درت الكريمه ما تخش ليا من الجنب. صافي كنبقى غادا بحال هكا. هذا راه الخليط ديال الكيكه ماشي الكريمه. صافي غنكملها كامله، غادا ندور على المول كامل وعاد نجيب الخليط ديال الكريمه عاد نديرو. ودابا غنجيب الخليط ديال الكريمه اللي وجدت قبل، غادا نحاول نخلطو شويه باش ما يبقاش هكذاك ثقيل. صافي. من بعد عاد غادا نديرو فوق الكيكه. صافي تنحاول نوزعو على الكيكه كامله. صافي. من بعد كنحاولوا كنبسطوا على الكيكه ديالنا كامله، غير ما نديوش حتى الاخر، نحاولوا نخليو واحد نص سنتيم تقريبا، ما نوصلوش حتى الاخر. صافي. دابا غادي نجيبو الخليط الثاني ديال الكيك وغادي نكبوه من فوق ديك الكريمه. صافي. دابا كنحاول نوزع الكيك ديالي بحال هكا بهاد الطريقه باش نغطي ديك الكريمه. صافي. وكناخذ اللوز الفيلي وكنزوق هذه. نتوما تزوقوها باش ما عجبكم اللي عندكم توفر. حتى بيضه الشوكولات كتجي زوينه، كيجي منظرها زوين. انا درت اللوز الفيلي. صافي. غنرجعها الفران انا اصلا مخليه شاعل من بعد ما طيبت المره الاولى الطيبه الاولى. صافي. دابا غادا نطيبها ان شاء الله ونرجع معكم. وهذه هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران. صراحه كتجي زوينه بزاف، منظرها زوين. دابا غنديرو ليها صافي. من بعد ما ديموليتها دابا غادي نزوقها سكر ناعم. كيبغي يديرو غير هو كيعطي واحد المنظر زوين.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، صراحه كتجي رائعه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك، وما بقى لي غير نقول لكم بسلامه وتهلاو في راسكم.